بسم الله وعلى بركه الله. نادي المصري بورسعيد هيبقى على يسار شاشات النايل سبورت بالزي الاخضر بالكامل. نادي الزمالك هيبقى على اليمين. وهنبدا مع حضراتكم الشوط الثاني لكلا الاثنين الفريقين، ده اللي هنشوفه ونتابعه. النادي المصري فاجئ نادي الزمالك بهجمه وعرضيه وخطيره والمتابعه، وواضح ان انور سلامه زي ما بنفكر كده انه هيفاجئوا لنادي الزمالك يعني مش بزون ديفنس او التمرير السليم، بمهاره الاستلام تحت ضغط، حاجه مهمه جدا. ادي مؤمن زكريا، هجمه واعده، محمد ابراهيم وجول محمد ابراهيم ورائع جدا. يا سلام، هو ده محمد ابراهيم يا جماعه، هو دي المهاره والقدرات محمد ابراهيم. شوف هنا نقل نفسه فين الراجل، نقل نفسه في مكان وفي موقع استراتيجي تهديفي رائع جدا، ويسدد مبادئ هجوميه مهمه جدا. نادي الزمالك في الشوط الثاني حاجه جميله، بيأدوا بشكل كويس. وادي مؤمن زكريا في المرمى راحت على الزمالك، وبالتمريرات اللي فيها الثقه وفيها كل حاجه نادي الزمالك الشوط الثاني. وادي الراجل عمل دريبلينج وتخطى الكل. يا ولد يا مؤمن يا زكريا، مؤمن زكريا، وبيدفع باللاعب حسام حسن، هاف باك بهاف باك او لاعب وسط بلاعب وسط. حسام حسن عنده ميول دفاع. برافو ياسر ابراهيم. محمود يلعب محمد عبد الشافي، لكن الشناوي حارس مرمى وجول كيبر النادي المصري بورسعيدي يلعب على التنفيذ. هنشوف محمد ابراهيم يلعبها ودومينيك، لكن دخلوا مع بعض وفي فاول. شاركوا بعض ياسر ابراهيم ودومينيك ديسيل. المصري داوود والسرعه، سريع الراجل، مسانده من حسام حسن. حسام حسن يجرب واحده، يا ولد الله يا ولد الله على التصويبه والجرأه في التصويب. هنا محمد ابراهيم المره دي يلعبها بينيه تصل عند اللاعب عمر جابر. محمد ابراهيم عمل مساعده مره ثانيه. محمد ابراهيم، مؤمن زكريا افضل لاعب نادي الزمالك يا ولد، لكن مش وقت الكباري دي يا راجل، لكن بيتابع هنا. واحمد شناوي خلص المشكله اللي في الجهد البدني. لازم هنا لاعب نادي الزمالك احمد علي، خرج احمد علي. واعده ممكن تعمل القاضيه، ممكن تبقى الثاني للنادي المصري، ويسدد في المرمى. يا راجل معقوله في انانيه وفي طمع بالشكل ده محمد شعراوي يلعبها عرضيه. بص شوف هنا عزيزي المشاهد، هنا الاستلام وقف على الكوره ومحمد شعراوي جاي لك اهو من الخلف، شغل ما فيش كلام في نص الملعب، وكمل كمان في الثلث الاخير. اذا حسام حسن نقله، ادي الراجل. واول مره نشوف محمود شاكر عبد الفتاح. يبقى النادي المصري طمع خلاص في الثلاث نقاط يا جماعه كده بالاندفاع. محمود شاكر الباك الشمال، وتواجد حسام حسن في المكان جنب الاثنين الفراوده، مع الاداء الجميل للاثنين الارتكاز اللاعب عبد العزيز توفيق وعاشور الادهم. ده منظومه رائعه جدا، وفكر واختيارات ممتازه من المدرب او المدير الفني انور سلامه صاحب القميص 25. علاء شعبان ومحمد شعراوي. برافو محمد شعراوي. لازم اين المدرسه، اين ابناء القلعه البيضاء. ادي محمد ابراهيم الاستلام، عمر جابر والعرضيه. عمر جابر في المرمى يا راجل العرضيه فين هنا؟ لازم ينشن هنا عمر جابر. حط جسمه، ربط مع محمد ابراهيم، شالها يا ولد ومحمد عبد الشافي. هجمه خطيره وعرضيه، وممكن يا على الهجمه. هنا المتابعه، شالها حطها له. بص شوف هنا في العاده محمد عبد الشافي ويلعبها عرضيه ولوحده تماما مؤمن زكريا ولا احمد جعفر. مين ده يا جماعه؟ ده كوره مش ممكن. ده احمد السراب مع وليد سليمان والسيد حمدي. انتقل السيد حمدي ووليد سليمان للنادي الاهلي. محمود عبد الحكيم راح للنادي المصري. وداوود، وتحيه جماهيريه من انصار اتلعبت على القايم القريب. ودومينيك في المرمى، ومش ممكن. الله عليك يا دومينيك. يعني لسه بقول الشناوي ده لو المصري يفوز هيبقى ليه دور ايده للنقطه رقم 16، ويتخطى فيها نادي الزمالك جعفر. لكن الشناوي المتعمق الحارس مجتهدين اللي قدروا عملوا عمل محترم جدا. تصويبه، سدد هنا اللاعب عاشور. ادي الخبرات اللي بنحكي عنها، دي خبره. تقول يسدد من هنا، الراجل هو عارف هو بيعمل ايه، بيسدد. كره تصطدم تتحول ضربه ركنيه، هيبقى فيها استهلاك للوقت. حواز كل المواقف. صفاره نهائي.